بيبدأ فيلمنا في يوم الخامس من نوفمبر. فراو مسكت النوتس اللي كانت بتكتبها على مدار الشهور اللي فاتت وقررت تكتب تقرير مفصل تحكي فيه ازاي اتحبست في كوخ وسط الجبال. كل حاجة بدأت في مايو لما فراو راحت إجازة مع 2 من صحابها وكان معاهم كلب اسمه لينكس. فراو مش متعودة على الحيوانات فكانت حاسة بغرابة ومش مرتاحة للكلب المسكين. أول ما وصلوا للكوخ استقروا هناك وأصحابها قرروا يطلعوا على الحانة في قرية قريبة. أما فراو فكانت تعبانة وقررت تفضل في الكوخ مع لينكس. زهقانة ومش لاقية حاجة تعملها جربت تلعب مع الكلب بس لينكس نهارها وهجم عليها. قضت اليوم في العناية ببشرتها وشارب السجاير وتبادل نظرات غريبة ومحرجة مع الكلب وفي الآخر نامت بدري. تاني يوم قامت وسمعت صوت لينكس بيعيط عند الباب. فتحت له علشان يقضي حاجته وبدأت تلف الدور في البيت لكن ما لقيتش أي أثر لأصحابها. قلقت وقالت لنفسها ممكن يكون حصل لهم حاجة وقررت تمشي على القرية تدور عليهم. وكان لينكس ماشي قدامها فجأة سمعته بيصرخ. جريت عليه ولقيته شكله اتخبط في مناخيره بس ما كانش فيه أي حاجة باينة. كملت مشي بس لينكس سابها ورجع وبعد كام خطوة خبطت في حاجة حائط مش باين. وقفت مذهولة ومدت إيديها تلمسه واكتشفت إنه حاجز خفي مش مخليها تعرف تكمل طريقها. وبين كل خطوة والتانية كانت سامعة صوت دقات بس طلع صوت قلبها. استغربت جدا إن مفيش أي إنذار اشتغل ولا حتى حد من أهل القرية جاي يشوف الحاجز ده إيه. فضلت تزق فيه بكل قوتها بس مفيش فايدة فقررت ترجع تاني. وهي راجعة لمحت مزرعة فيها 2 واقفين بس الحاجز الخفي منعها توصلهم وصوتها مش بيعدي وكأن الزمن واقف عندهم رغم إن المية لسه ماشية من الحنفية. هما واقفين متجمدين في مكانهم. يأسا رجعت الكوخ وقعدت تدخن سيجارة وهي مستوعبة إن لينكس هو الصحبة الوحيدة اللي معاها دلوقتي بس مش قادرة تصدق. فرجعت تاني على الطريق وزقت الحاجز بكل قوتها. مفيش أي تغيير ولأنها مش عارفة تعمل إيه راحت تنام. فجأة سمعت صوت غريب قامت بسرعة تفتح الباب علشان تشوف إيه اللي بيحصل لكن بتكتشف إن الحاجز بقى حابسها جوه الكوخ. فضلت تصرخ وبعدين فاقت وهي على السرير ولقيت لينكس قدامها بيحييها كأن مفيش حاجة حصلت. أول ما قامت جريت بسرعة على الباب واتفاجئت إنه سليم. بعد كده خرجت تتمشى شوية وبتكتب دلوقتي في مذكراتها إنها مش فاكرة كانت عملت إيه تاني اليوم ده كأن عقلها كان مشوش ومش قادرة تستوعب اللي بيحصل. رجعت الكوخ الساعة التانية وخدت نظارة التلسكوب بتاعت صحابها علشان تبص حوالين المكان. لقيت إن الاتنين اللي في المزرعة لسه متحركوش وساعتها فهمت إنهم ماتوا وزيهم باقي الناس في القرية. بدأت تفكر في صحابها وقالت يمكن كانت المفروض تروح معاهم وتواجه النهاية معاهم. فجأة لينكس بدأ ينبح وجري بعيد ولما لحقت وراه بتكتشف إنه لقى بقرة. في الأول خافت تقترب منها لكن بعدين أخدت خطوة ناحيتها ولما شافتها البقرة اطمنت. ففراو اتشجعت وخدتها الكوخ علشان تحلبها. سمت البقرة بيلا وقالت إنها نعمة وفي نفس الوقت عبء. تاني يوم بتاخد عربية لأصحابها وساقت بسرعة على الطريق اللي بيودي للقرية يمكن السرعة تخليها تعدي من خلال الحاجز. شافت عربية متروكة على الجهة التانية وده خلاها تتمسك بالأمل لكن للأسف العربية خبطت في الحاجز وما حصلش حاجة. بالعكس اتعورت من الخبطة بس ما اهتمتش بجروحها ووقفت تلمس الحاجز وهي بتفكر هو إيه معناه. وعلى مدار 10 أيام بعدها حاولت فراو بكل الطرق تلاقي حل تعدي بيه بس مفيش فايدة وفي الآخر وقعت على السرير وانهارت واستوعبت الحقيقة المؤلمة إن مفيش حد جاي ينقذها حتى إنها بتفكر تخلص على نفسها لكن افتكرت إن أصحابها ملوا الكوخ بالأكل والشرب وساعتها قررت تحاول تعيش علشان تخلد ذكراهم. الإمدادات اللي عندها كان فيها خشب كتير وشوية بطاطس فقررت تزرع بطاطس بره الكوخ وفعلا بدأت مزرعتها الصغيرة. لينكس كان بيحفر جنبها بحماس كأنه بيحاول يساعد والأيام بتعدي. فراو كل صباح بتلف الساعات علشان تفضل شغالة وبتحدد التاريخ على التقويم. يوم 30 من مايو المطر ما وقفش طول اليوم فبتقرر تقعد جوه بس وهي قاعدة بدأت تسمع صوت غريب. بتاخد سكينة وطلعت تشوف فيه ايه ولما بتفتح الباب لقت قطة مبلولة بتعيط عند العتبة. طبعا ما قدرتش تسيبها واخدتها عندها وبكده بقى عندها 3 أصحاب حيوانات ولينكس بقى الصديق الوحيد ليها في عالم فاضي من البشر. بعد فترة بتقرر تجرب الصيد. هي عمرها ما استخدمت بندقية قبل كده ولما جربت تصطاد غزالة الارتداد بتاع البندقية خبطها ووقعت والغزالة جريت من الخضة. وهي بتتمشى بعدين رجعت عند العربية اللي كانت متكسرة وفتحت الراديو تدور على أي صوت بس أغلب القنوات كان فيها تشويش. كمان لقت خريطة وقررت تتبعها يمكن توصلها للوادي. لينكس مشي معاها وفضلوا ماشيين بالساعات لحد ما لقوا عربية نقل متروكة
بتحاول تقترب منها، لكن كالعادة الحاجز كان واقف في السكة واضطروا يرجعوا. وبعد ما لفت كتير بدأت تحفظ الأماكن المختلفة جوه الحاجز. دلوقتي بقت تقدر تمشي في أسرع الطرق وتنزل للوديان، وده بيسمح لها تروح وتيجي في نفس اليوم من غير ما تسيب باقي الحيوانات لوحدهم فترة طويلة. ساعات بتلاقي أكواخ تانية بس دايما بتكون فاضية، بس على الأقل بتاخد منها حاجات مفيدة. ولما بتنام على العشب جنب لينكس تحت الشمس الدافية وتسمع صوت العصافير بتحس إنها تجربة بتغيرها من جوه، وبقت حاسة إنها بقت قريبة من الطبيعة أكتر. الإحساس ده بيخليها تحس بالذنب لما بتحاول تصطاد تاني، بس هي محتاجة لحم الغزال عشان تعيش. بالليل بتبقى مش قادرة تنام، وصورة الغزالة وهي بتتلوى من الألم قبل ما تموت مش بتفارق خيالها. عمرها ما كتبت أي ملاحظات عن أول مرة اصطادت فيها، لأنها كانت حاسة باشمئزاز من نفسها. في ليلة ما قدرتش تنام بسبب عاصفة رعدية قوية جدا، وتاني يوم الصبح سمعت صوت جاي من الدولاب، ولما بتفتحه بتكتشف ان القطة ولدت. القطة الصغيرة كانت بيضة فسمتها بيرل. في الأول كانت صغيرة وشكلها مش مرتب، بس مع الوقت كبرت وبقت جميلة جدا. فراو فهمت انها بتركز في الحيوانات عشان ما تفكرش في وضعها الصعب، وانها بدلت مسؤوليات شغلها القديم بمسؤولية رعاية أصحابها الحيوانات اللي معاها. في 20 من يوليو بدأت تحصد التبن من الحقول، ولينكس كان واقف معاها في صمت بيدعمها. ايدها كانت بتوجعها وجسمها بيتعب، بس كانت برضو كل يوم بتشيل التبن وترجعه للكوخ. وفي طريقها دايما بتعدي تبص على البيت الكبير، بس الحاجز لسه موجود. بسبب الطقس والقيود الجسدية أخد منها حوالي 3 أسابيع عشان تحصد كل الحقول، فبتحس قد إيه الحياة صعبة وبدأت تبكي. لكنها ما فكرتش في الانتحار لسه، لأنها مش عاوزة تسيب حيواناتها. جاها اكتئاب وأخدت منها أسبوعين تانيين عشان تقدر تخرج تاني وتعيش. في الغابة لقت فواكه على الأشجار وخضروات تحت الأرض، وبالتالي قدرت تجمع أكل يكفيها طول الشتاء. دلوقتي هي وحيواناتها بيستمتعوا بوجبات أحسن بكتير. في يوم بتكتشف هدوم غريبة معلقة على شجرة وبصت ليها بخوف، لكن ده كان مجرد كابوس. الخريف المفروض يكون موسمها المفضل، لكن لسه بتواجه صعوبة في النوم والكوابيس بتزيد. جات لها انفلونزا قضت معظم اليوم تعبانة، لكن لحسن حظها لينكس كان دايما موجود عشان يخفف عنها، وكانت مندهشة من ازاي هو عمره ما كان فيه مزاج تعيس، وغالبا كانت بتحتضنه عشان تشكره على صحبته. في الحاضر بتكشف ان لينكس مش موجود دلوقتي، لكنها لسه تلاقي نفسها بتكلمه لما تخرج تمشي. في 27 من أكتوبر أول تلج نزل، لكن ما دامش طويل. بعدها جت رياح دافية كانت بتعمل صوت طوال اليوم والليلة. بقت فراو تلاقي صعوبة أكتر في النوم. الريح فضلت 3 أيام، ولما خرجت تاني لقت بيرل المسكينة ماتت بره. القطة اتدفنت بطريقة مناسبة تحت إشراف لينكس. بعدها في وسط الشتاء شافت فراو ثعلب جنب النهر وقررت إنها هتصطاده، لكن في الآخر ما عملتش كده. ما قدرتش تتوقف عن التفكير في موت بيرل، وإزاي هي الكائن الوحيد في الغابة اللي عندها مفهوم الصواب والخطأ. وفي النهاية اختارت الرحمة. في الكوخ كانت بتمشط شعر بيلا كل يوم، وبقت تعتبرها زي الأخت ليها، وبتلاحظ إن البقرة بقت سمينة جدا وحست إنها ممكن تكون حامل. وفي النهاية ما كانش قدامها خيار غير إنها تروح تصطاد تاني، والإحساس بقلب الغزالة في إيديها لما نظفته خلاها ما تقدرش تنام بالليل. في 11 من يناير لاحظت فراو إن بيلا بتنزل دم شوية، ففضلت تراقبها طول اليوم. في المساء عاونت بيلا تخلف عجل جميل جدا. أيام الشتاء مرت مليانة بعواصف ثلجية قوية. فراو جالها اكتئاب موسمي وما كانتش قادرة تقوم من السرير إلا لما لينكس كان بيجبرها. أي فكرة عن الانتحار كانت بتروح لما تفتكر إنها لازم تهتم بيه. بعد ما مر الشتاء قررت فراو إنها تنتقل لواحدة من الأكواخ في الحقول، وفي 25 من مايو جمعت كل حيواناتها وسافروا مع بعض عشان يوصلوا للبيت الجديد. لما شافت الحقل الجميل بدأ يبقى عندها أمل أكتر في المستقبل، ومن وقتها عاشت في سلام مع الحيوانات والنجوم والطبيعة اللي حواليها. ذكرياتها عن الأيام دي لسه جديدة لدرجة إنها ما كتبتش ملاحظات، وأول مرة حست بالراحة والسلام. في 16 من أكتوبر بدأت فراو تكتب تاني، وخصصت معظم وقتها عشان تضاعف مخزونها من الخشب. ذكرياتها عن الأيام دي كانت ضعيفة، وفي 10 من ديسمبر لقيت مدخل في ملاحظاتها ما تفتكرش كتبتها مكتوب فيه الوقت بيعدي بسرعة. لما التلج نزل تاني بدأت فراو تبقى أكتر تأمل، وفكرت في إزاي الحيوانات والبشر مضطرين يعيشوا حياتهم ضد إرادتهم. في يوم بتلاحظ إن في غراب أبيض دايما بيطير حوالين الكوخ، والغراب الأسود مش مهتم بيه. فكرت إن الغراب الأبيض جميل، وبدأت تحكم على الغربان التانية بسبب تمييزهم ضده، وبدأت تسيب أكل للغراب الأبيض كل ما قطيعه يسيبه ويمشي. عدت 2 سنين على فراو وهي عايشة جوه الحاجز، وفي الوقت ده كانت نسيت حياتها القديمة، وكمان فقدت الأمل في إنها هتلاقيها. في أوائل يونيو هي وحيواناتها انتقلوا لبيت جديد
على أمل إن التغيير ده يساعد في تحسين المزاج. للأسف ما قدرتش تعيد سحر الصيف الأول. في يوم من الأيام كانت هي ولينكس راجعين من مشوار، وفجأة سمع لينكس حاجة قريبة من البيت فركض بسرعة تجاهها، ولما لحقته كانت مصدومة جدا لما لقت راجل غريب بيذبح ابن بيلا بالفأس. واحنا في اللحظة دي لينكس بيقفز على الراجل عشان يوقفه، فراو جريت على البيت عشان تجيب سلاحها. للأسف ما كانتش سريعة كفاية، ولما خرجت كان لينكس اتقتل بالفعل. غاضبة جدا سحبت سلاحها وأطلقت النار على الراجل لحد ما قتلته، وبعد كده بتمسك بلينكس في حالة يأس. بعد كده حملت فراو جثته الصغيرة عشان تدفنه وهي سامعة صوت بيلا الحزين لأنها لقت ابنها. أما جثة الراجل فراو ما كانتش عندها أي رحمة، رمتها من على الجرف بدون أي مشاعر ندم، وهي مش قادرة تحس بأي حاجة تانية. تركت فراو المكان مع بيلا والقط لبيت تاني. بعد شوية رجعت تشتغل تاني، وغياب لينكس خلاها تبقى لوحدها مع أفكارها. في الحاضر فراو بتقول إنها اتجاوزت الموضوع، وإنها هتفضل تحترم وتحتفظ بذكريات حيواناتها عشان تكون دافع ليها عشان تكمل في البقاء على الحياة. خلصت تقريرها في 25 من فبراير لأنها ما كانش عندها ورق تاني، وخرجت عشان تطعم الغراب الأبيض. وبكده بيكون انتهى فيلمنا اليوم. شكرا على المشاهدة، ومتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنونا في الجديد. سلام.